السؤال اللي بتسأله كل يوم في الصيدلية: كلاري ولا سيرو بايب؟ تعالوا كده نشوف بعد تجربتي مع سيرو بايب وتجربتي مع كلاري هختار ايه فيهم. اول حاجة انا جربت الاول سيرو بايب، عجبني جدا جدا جدا. الشامبو خفيف، فري سلفيت، مش بينشف الشعر، وفي نفس الوقت بينظف كويس جدا، مش زي الشامبوهات التانية الفري سلفيت اللي لما تستخدميها تحس ان انتي ما غسلتيش شعرك. لا بالعكس، هو كان بالنسبه لي بيرفكت. فري سلفيت مش بينشف الشعر، وفي نفس الوقت بينظفه كويس جدا من اي دهون موجوده على الفروه والراس، فده بالنسبه لي اديه 10/10. تمام. الكونديشنر بقى بهرني. دي رابع واحده استخدمها من الكونديشنر بتاع سيرو بايب، بصراحه بيرفكت، حلو جدا في الترطيب. انا نزلت لكم ريفيو عن المجموعه قبل كده، لان انا كنت فعلا لما استخدمت الكونديشنر ده كنت مبهوره قوي بالنتيجه، يعني ما كنتش متخيله ان في كونديشنر مصري يكون بالكفاءه دي. فهو بالنسبه لي خفيف، مش بيوقع الشعر، وفي نفس الوقت بيديه ترطيب عالي جدا، خاصه لو انت عامله شعرك بروتين او خايفه عليه ان هو يقع. لا هو بالنسبه لي ده رهيب يا جماعه، كانك بالظبط عملت شعرك في بيوتي سنتر. بصراحه كلاري يعني مش عارفه اقول ايه، يعني ما ابهرنيش خالص. اولا انا معاكم ان الشامبو ريحته حلوه قوي، خفيف برضو وبينضف الشعر كويس، بس بينشف شويه. يعني كلاري بينشف عن سيرو بايب. تمام، دي اول نقطه. النقطه التانية، الكونديشنر بتاعه زيرو ترطيب، بجد زيرو ترطيب. يعني انا جربت حاجات كتير قوي، اول مره احس ان يعني طب اعمل اي حاجه احس ان انا حللت الفلوس اللي انا جبتك بيها. بجد يعني فاجئني ان هو مش حلو. فانا لو هختار ما بين كلاري وسيرو بايب، لا هختار طبعا سيرو بايب. بس في ناس قالت لي ان الحمام الكريم او الهير ماسك بتاع كلاري حلو قوي، فقولوا لي في الكومنتات لو حد استخدمه هل هو حلو فعلا يستحق ان انا اجربه، ولا كده فاكس كلاري خالص وخليني في سيرو بايب. وقولي لي برضو يعني الهير ماسك بتاع سيرو بايب برضو، يعني هل يستحق التجربة؟ تفتكروا ممكن اجرب الهير ماسك بتوع الاتنين واقارن برضو ما بينهم، ولا ايه رأيكم؟ اكتبولي في الكومنتات.